السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفات ناعمه. وصفه اليوم ان شاء الله غادي نعطيكم بطبوط الشحمه او مسمن الشحمه بواحد الطريقه زوينه بزاف، وكيجيكم رقيق رقيق وكيجي زوين، ما كيجيش معجن. هانتوما غتشوفوا معايا ان شاء الله ملي غنفتح لكم البطبوطه، وكيجي لذيذ بزاف بزاف. انا اكيد ان شاء الله الا جربتوه غادي يعجبكم وما غاديش تستغناو عليه. كما كتشوفوا كيجي رقيق رقيق بزاف وكيجي زوين. وبطبيعه الحال كما كتعرفوا بطبوط الشحمه كيتقدم مع اتاي سخون. انا قدمته مع اتاي بالشيبه بما ان دابا وقت الشيبه، فكيجي رائع. بغيتو تعرفوا الطريقه والمقادير ديال هذا البطبوط، ما عليكم الا تتبعوا الفيديو من اوله لاخره. على بركه الله نبداو ان شاء الله. بركة الله. بالنسبة للعجين عندي الطحين الأبيض وعندي الفينو أو طحين السميد. بطبيعة الحال الطحين الأبيض كيكون الدوبل على ديال الفينو. غادي نستعمل معلقة كبيرة تاع الخميرة ومعلقة صغيرة ديال الملح، وغادي نعجنو العجين ديالنا إن شاء الله بالماء دافئ وندلكوها مزيان كما كتعجنوا أي بطبوط. غادي نستعمل معلقة صغيرة تاع الملحة وغادي ندوز نعجن البطبوط ديالي. بعد ما غتعجن العجينه ديالنا كما غتشوفوا معايا، غادي نزولها وغادي نخليها. شفتوا القوام ديال العجينه؟ هذا هو القوام ديالو. وغنخليها غنغطيها مزيان بواحد بلاستيك او سربيته ولا اللي بغيتو، وخليوها. هذا هو القوام ديال العجين. نخليوها تخمر المره الاولى ضروري وصافي. وغادي ندوز معكم ان شاء الله للحشوه. بالنسبه للحشوه عندي البصل اللي غادي نقطعو رقيق. انا غير وريتكم نورمالمون، باقا ما درتش معكم مقادير. انا عندي الروبو ولكن ولي طحنت فيه الشحمه، فالبصله قطعتها هكذا طريفات وغندوزها بهاد القراده ديالي. خاصها تكون منيله، يعني تكون مقطعه رقيقه. والفلفله عندي ملونه تما حمراء واورانج وصفراء. هما من بعد ما نيلتهم مزيان كما كتشوفوا البصله، وعندي الفلفله شي شحال رقاق، وعندي الشحمه ديال الكلوه تكون مطحونه. انا طحنتها انا، ولكن في المغرب راه الجزار ملي كتشروها من عنده كيطحنها لكم. عندي معلقه كبيره ديال المعدنوس. هاد الحشوه ما كطيبش عندي. غناخذ معلقه صغيره ديال الهريسه. بالنسبه للتوابل عندي الملحه، الابزار، الخرقوم بلدي، التحميره والسكينجبير. هادو هما التوابل. وغادي نقول لكم النصيحه باش يجيكم مزيان. غادي ندوز ندير الخضر يعني البصل والفلفله، كتعرفوا راه كيطلقوا الماء. غادي نديرهم في واحد الشبكه وغادي نصفيهم مزيان. غادي نبقى نضغط عليهم بالمعلقه حتى ينزلوا داك الماء اللي فيهم، لان الا ما نزلوش داك الماء غادي البطبوط ديالنا ما غيجينا زوين. الا قلبتوا في القناه وصفات ناعمه تلقاو بطبوط انني دايره لكم 3 سنين فاتوا، وراه بزاف الاخوات جربوه وكيجي كي الورقه كيجي زوين زوين. غنعطيكم واحد الطريقه زوينه، غادي غير تعمروه وتبداو طيبوه، ما غتخلوش يخمر المره الثانيه. شفتوا كتبدا تطلق هكذاك الماء ديالها. غنخليهم وغنبقى انا كل شويه، والعجينه راه حنا خليناها كتخمر المره الاولى، كل شويه كنبقى نضغط عليهم هكذا بالمعلقه حتى كينزل منهم داك الماء كامل اللي فيهم. وعاد غندوزو باش نخلطهم مع التوابل. دابا بعد ما تصفاو مزيان كما شفتوا مبقاتش فيهم كاع النقطه ديال الماء. غادي درتهم في واحد الصحن كبير ودرت عليهم الشحمه وغندوز نتبلهم، لان هاد الحشوه ما كطيبش. راه فايته عطيكم سمنت الشحمه. المسمن كنطيب الحشوه ديالو، والبطبوط ما كطيبش الحشوه ديالو. هاد الطريقه راه زوينه بزاف، لا عمركم ما درتوها كديروا غير اللي طيب. ديروا هاد الطريقه. غير الشحمه خصها تكون مطحونه مزيان. بالنسبه للاخوات اللي في اوروبا، المهم الشحمه ديال الكلاوي هي احسن حاجه. كتوصي عليها الجزار. اللي في اوروبا طحنها هي، واللي تجيبها وتطحنها هي على خاطرها. واللي في المغرب راه الجزار راه كيطحنها ملي كيطحن الكفته وداكشي راه كيطحنها. وحتى اللي في اوروبا راه تقدري تقولي للجزار يطحنها لك. دابا درت معلقه، درت داك المعدنوس حتى هو خلطته معاهم. درت واحد المعلقه صغيره تاع الهريسه على حساب الذوق، انا ما حررتوش بزاف جا هو هذاك. درت الملحه، غندير البزار شويه لان دايره الهريسه، وغندير الخرقوم والتحميره اي فلفل احمر بودره والزنجبيل او السكينجبير. وغنخلطهم مزيان مزيان وصافي. غندوزو العجينه ديالي راه دابا خمرات. غير انا كنوجد دابا الحشوه وراه ساهل. غنوريكم واحد الطريقه اللي زوينه بزاف. هذا البطبوط ديالكم كيجي رقيق، كتجي بحال الورقه، ما كيجيش داك معجن ولا كتكون هكاك العجينه غليظه. باش تحسي بداك
ملي كتاكلي داك البطبوط ديال الشحمه كتحسي به هكذاك. ملي كتكون العجينه كثيره ما كتحسيش به، كيجي زوين زوين. نتمنى تكونوا فهمتوا القصد ديالي، بغيت نشرحه وما عرفتش مزيان. صافي هذا هو الخليط ديالنا كما كتشوفوا، ضروري شوفوا كيفاش ناشف، ما فيش الماء ولا كيبان. وهذه هي العجين ديالنا، ها هي خمرات. غادي نرش واحد شويه طحين الفينو. المهم دابا في البدايه غادي نخدموا بالفينو. في الاخر غنقول لكم كيفاش باش يجيكم البطبوط ديالكم زوين. المهم انا غنوريكم كاع المراحل، لان راه دايره انا 3 سنين فاتوا. دابا ملي كنت شفت الفيديو رجعت نشوف امتى درتو، 3 سنين فاتوا هو في القناه، وكانت شاف يعني بزاف الاخوات جربوه وجاهم زوين. ودابا بما انني غادي نديرو تشهيتو. اصلا انا عندي في الدار حتى شي واحد ما تياكلش الشحمه، انا درتو غير انا وصحاباتي بجوج وتجمعنا عليه. درت اتاي بالشيبه وحتى هما موحشين وصراحه عجبهم. صافي هكذا كندير هكذا قريصات. حاولوا ما تكبروهمش بزاف، ما تكونش العجينه كثيره. انا المهم خرجت الحشوه، خاصو يكون عامر مزيان. يعني بالحشوه تكملت الحشوه عطاني درت 9 البطبوطات، وبقاو ليا جوجات درتهم غير ناشفين هكذاك للدراري. واخا انا عندي الخبز وداكشي، ولكن درتهم. ولدي كيعجبو البطبوط هكذاك اللي كان يلاه طيب سخون. وصافي كنحاول دابا نحيد. حاولوا ما ديروش الطحين بزاف. غادي نوريكم الطريقه، حيت ملي غنطيبوه راه ما غنطيبوش، غندهنوه غنقرصوه بالزيت. لان ملي كيكون البطبوط كيكون معجون مزيان وزوين ومصايب مزيان. ملي كتقرصيه بالطحين بالفينو، خصوصا الا كان بزاف هذاك السميد، كيبقى يتحرك لك في المقله، وحتى البطبوطه ديالك ما كتجيش طايبه زوينه. انت راك خدمتيه مزيان، ولكن حتى المنظر ديالو حتى الطياب ديالو كيبان بحال راه ما غاديش يكون بنين. وحتى العين راه كتلعب دور. هادشي اللي بغيت نقول لكم. صافي كنبدا نجمع هكذا البطبوطه كما كتشوفوا، وراني عمرت مزيان. شفتوا راني درت زعما مزيان الحشوه. راه واخا ما طيباش، كاينين اللي غتقول لي ما طيباش، راه كتجي زوينه. خاصك غير ترقي ديك الفلفله والبصله، رقيهم مزيان. شوفوا دابا انا جمعتها مزيان بالاصابع، وكتحاولوا تضغطوا على ديك البلاصه الوسطانيه باش صافي. انا غندير لهم هكذا، ما غنقرصهم ما والو، لان مباشره غنقرصهم وغندوز نطيبهم. هذه هي الطريقه ديالي انا في البطبوط. وحاولوا ديك البلاصه اللي جمعتوا فيها العجينه راه هي هذه اللي كتبان لكم الفوق، حاولوا تضغطوا عليها ترقوها باش ما تجيكمش ديك الفوقانيه غليظه بزاف والتحتانيه رقيقه. انا بانت لي تما فيها واحد تقبات هذيك الجهه، وانا سديتها هكذاك بالاصابع ديالي. صافي دابا غنعمل معكم هكذا شي جوج ولا ثلاثه ما عرفتش شحال. وصافي وغادي انا نكمل، ومني غنسالي غنرجع معكم باش نبداو نطيبوه ان شاء الله. شفتوا راني كنعمرو مزيان. اللي بغات دير فيه الخيزو ممكن ديرو، انا ما تنبغيش. بحال مثلا دارنا كيديروا فيه شويه الخيزو، كيدخلوا معاه خيزو. انا كنبغي غير البصله والفلفله. وممكن تدخلوا غير شويه خيزو، ما غاديش يبان بزاف باش تجيكم حتى العماره. الا كانت العائله كبيره باش تجيكم حتى العماره يعني كثيره. شفتوا هكذا كتبقاو تضغطوا بالاصابع ديالكم، كتقرصوها مزيان بحال كتقرصيها. صافي وانا غنضغط، كتشوفوا كنضغط بالاصابع ديالي وغادي ندورها وكنقادها. كنحاول نقص الطحين باش ما يكونش بزاف وكنحطها. وواحد الحاجه دابا انا حطيتهم حدا بعضياتهم، راه في الاخر ملي غتشوفوني غنبدا نقرص باش نبدا نطيب. يعني واخا شي وحده تكون قريبه لوحده مع العجينه اصلا غتحطها هكذا بحال كترخف، تقدر شي وحده تلصق في شي وحده ولا هذا راه بسهوله. غير جريتها هكذا وجمعت داك الشويه اللي كان لاصق عليها وصافي قرصتها وبديت كنطيب. المهم هذه هي الطريقه. غادي نكمل انا ان شاء الله وغادي نرجع معكم. صافي دابا من بعد ما كملتهم كاملين ودوك الجوج اللي قلت لكم شاط ليا العجينه، درت جوج بطبوطات عاديين راهم قرصتهم في الطبله الاخرى. وهذيك الجبيبنه خويت منها الطحين اللي شاط ودرت فيها الزيت. غادي نقرصوه بالزيت. حاولوا ديروه بالزيت احسن، لان ملي كديروا الطحين كيبقى هكذا كيتحرق لكم في المقله، وكتبدا البطبوطه واخا تكون طايبه مزيانه كتبقى ديك الحرق ديال الدقيق اللي كتسق لها في الجناب وداكشي ما كتبانش حتى للعين، ما كتبانش. ودابا رانا ما كنكثرش الزيت، غير كنقرص به. مثلا المقله راه ما كنرشهاش، هانتوما غادي تشوفوا. وحاولي ديك البلاصه راني كنقرص من البلاصه اللي قرصت فيها العجينه، يعني هي البلاصه الغليظه. حاولي ملي تقرصي حاولي تقرصي الوسط مزيان باش تجيك العجينه ديالك رقيقه ويجيك البطبوط ديالك زوين. هانتشوفوا شحال رقيقه من هنا من الفوق. هذه نورمال هي الجهه الرقيقه ماشي الجهه الغليظه. والبوطه ضروري تكون ناقصه. علاش؟ لان
كما كتعرفوا الحشوه واخا رققناها مزيان راها ما طيبش باش ديك الشحمه تذوب لينا على خاطرها، وداك ديك الفلفله والبصله حتى هما يطيبوا وسط داك البطبوط. تيجيو زوينين، ما تقولوش راه خضرين راه ما غاديش يجيو زوينين، ولا كيجي لذيذ لذيذ بزاف، وزعما كيجي طيب. هادشي اللي بغيت نقصد انا. المهم غادي نبقى معكم حتى تشوفوا ان شاء الله الطياب ديالها كيفاش. شتو راه غادا وكتنفخ، انا غنقلبها. شتو كيفاش كيجي البطبوط ديالنا. صحاباتي عجبهم بزاف ربما غيشوفوا الفيديو راه غادي يقدروا يخليو شي تعليق. صافي دابا غنتسنى طيب من الجهه الاخرى، ونرجع ندوز عاوتاني ندير معكم الثانيه، وهكذا. وبطبيعه الحال راني غنكمل الطياب وفي الاخر ان شاء الله راك شفتوا حتى في البدايه ديال الفيديو غتشوفوا النتيجه ديالو كيفاش كتجي. انا غنوريكم من الجهه الاخرى ملي غطيب. شوفوا كيفاش جا، كيجي محمر وزوين ورقيق. انا وجدت واحد التبصيل تما في الجنب، ودابا غادي ندوز نقرص الثاني. انا كنبدا نهز الاولى اللي عمرت وكنبقى عاقله عليهم، والثانيه عفوا يدي جات على الكاميرا ما شفتش هاد اللقطه. شتو واخا نتوما ملي بغيت نهزها بحال لصقت ليا شويه، فهذا الشيء كاع بالزيت كنقادها. اولا كاع الا خفتو من هاد العمليه ملي ديروا ليهم، ملي تعمروهم ديروا في الاول الطحين. ملي غتبغيو تعمروهم تقرصوا التقريصه وتعمروهم، ملي تعمريها وتسالي تبغي تحطيها ترتاح او تتكمليهم كاملين، دهني بلاصه اللي غتحطيهم فيها، مثلا ديري شي صينيه ودهنيهم بالزيت، وتقدري داك الزيت اللي غدهنيهم به في الاول هو اللي غادا ان شاء الله بلا ما ديري الزيت غتقرصي به، غتقرصيها غيكون فيها الزيت وغديرها في المقلاه. صافي انا راه وريتكم هذيك راك شفتوا، ها هي الثانيه حتى هي كيجي رائع رائع. المهم المسمن ديالي ديال الشحمه والبطبوط صحاباتي كيحماقوا عليه، يعني ما كياكلوا غير عندي. نهار كيتشهاو كيقولوها ليا. وبما ان انا لا ولادي لا راجلي حتى شي واحد ما تياكلوا، شفتوا كيفاش كيجي راه باين العربون ديال البطبوط غير من ديك كيجي هكذاك من فوق. شفتوا كيفاش جات. صافي المهم انا غنكمل دابا الطياب وغادي نرجع معكم ان شاء الله باش تشوفوا الشكل النهائي ديالهم. هذا هو الشكل النهائي ديالهم، كيجيو رائعين رائعين. الطبسي راك شفتوه عامر بالبطبوط تبارك الله، كيجي زوين ولذيذ بزاف. كما كيبان لكم راه 9 البطبوطات اللي درت. غادي نوريكم ان شاء الله شحال كيكون رقيق، ما كيكونش غليظ. شفتوا البطبوط ديالنا كيفاش كيجي زوين بزاف بزاف. وغادي نقطع لكم ان شاء الله غتشوفوا. والبطبوط ديال الشحمه او السمن ديال الشحمه او البطبوط عامه معمر تيبغي واحد البراد مغربي ديال اتاي، وخصوصا مع هذا البرد بالشيبه يا سلام كيجي رائع. انا راه موجده البراد، كانوا صحاباتي عاد جاو. غنشوفوا الحشو ديالو كيفاش كيجي. شوفوا الرق، معليش واخا طاح ليا داكشي على الناب ماشي مشكل. شوفوا شحال رقيق وكيجي عامر وزوين. المهم ما تردوش تجربوا هاد الطريقه راه زوينه يجيكم بها البطبوط ويجيكم رقيق. هانتوما شوف باقي سخون. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتجربوا هذا البطبوط، واللي جرباتو تخلي لي تعليق تحت هذا الفيديو ان شاء الله. وانا اكيد الا جربتوه واخا تكوني غديري من اول مره الا تبعتي ان شاء الله هادشي اللي قلت لك غادي يجيك ان شاء الله زوين، وغادا ما تستغنيش عليه، غيولي هو المعتمد عندك ان شاء الله. وكما كتشوفوا انا وجدت الصينيه، كنا حنا غير 3 صافي. وكيتحضر مع اتاي. شوفوا كيفاش داير. صافي هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. وكما كنقول دائما قبلوا عليا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.